اللي اشترى دهب عيار 24 من سنه سعره كان عامل 3550، دلوقتي في بدايه 2025 وقت تصوير الفيديو سعره عامل 4270. يعني لو كنت اشتريت ب1,500,000 دهب من سنه وجيت تبيع الدهب ده النهارده كان هيبقى معاك 1,800,000، يعني كسبت 300,000، يعني تقريبا زياده 20%. وما تنساش ان انت كنت هتدفعهم كاش مش قسط، يعني التضخم لو شم خبر مش هيرحمه. تعال اقول لك بقى على الجانب الاخر. مشروع جيفيرا في راس الحكمه من سنه متوسط اسعار الشاليهات كان من 4.5 مليون ل 6 مليون، النهارده نفس الشاليهات ديت متوسط اسعارها من 8.5 مليون ل 12 مليون، وكل ده قسط مش كاش. يعني انت لو كنت دفعت مقدم من سنه 450,000 ودفعت كل كوارتر 170,000، هتيجي اخر السنه هتكون دافع توتال اقساط حوالي 510,000 غير المقدم اللي انت دافعه 450,000، يبقى توتال المبلغ اللي انت دافعه كله على بعضه حوالي 960,000. كان هيبقى معاك النهارده وحده قيمتها 8,500,000، ولو حبيت تبيعها فانت ممكن تحط اوفر برايس بالميت 1,500,000، وكمان كنت هتبقى اقل من سعر الشركه بحوالي 3 مليون جنيه، يعني تقريبا انت كسبان فوق ال 140%. شايف الفرق؟ وانا كمان مش بنصح ان انت تبيع قبل سنتين، ولو قادر تكمل للاخر يعني يا ريت والله، صدقني هتاخد الخير كله. ولو بتدور على اقوى الفرص الاستثماريه اللي موجوده في الوقت الحالي تواصل معايا دلوقتي.